عالسلامة، شحال تكونوا بكلكم بألف صحة وبخير. رجعت لكم كالعادة فيديو جديد، والفيديو متاعنا بالنسبة لليوم باش تكون غيوس بندق، حاجة بنينة تعمل 66 كيف. تاو ديريكت نمشيو مع بعضنا طريقة التحضير والمقادير. وأول حاجة باش نحضروها هي جينواز. بالنسبة ليش نسحق 4 كعبات عظم، واحدة سكر فاني ورشة ملح، 120 غرام فرينة و120 غرام سكر. كالعادة القاعدة تقول على كل عظمة نسحقوا 30 غرام سكر و30 غرام فرينة. باش نتعداو مع بعضنا للبريباراسيون. حطيت كميه العظم اللي عندي، وبالنسبه للعظم يلزم يكون بحراره الغرفه. وبالنسبه للجنواز هذيا كي تعملوها كيما قلت لكم في الفيديو نتاع المره اللي فاتت عملتها معناها جنواز شوكولا بالكاكاو بودر. المره هذه عملتها فاني بالعاني، هكا حبيت النوع. وتنجموا راو الكمية العظم معناها تفصلوا الأصفر على الأبيض، وإلا تنجموا تعملوا العظمة كاملة. بالنسبة لي نختار إني نعمل العظمة كاملة، أسهل لي. أما بشرط إنكم تقعدوا تركضوا في العظم لمدة 10 دقائق مع كمية السكر، حتى لين الخليط متاعكم يولي لكم أبيض يفتح في اللون، والفوليوم متاع العظم ياسر معناه يطلع بالباهي. تو تأكدت اللي العظم متاعي يطلع بالباهي، ومعناه ركزتو 10 دقائق مينيموم. تو بقالي كان باش نحط كمية الفرينة بالطبيعة تكون مغربلة، وباش نعمل لاستوس هذيا الفرينة نقعد ندخل فيها بالسياسة بسباتول حتى لين نتأكد اللي الفرينة الكل امتزجت مع كمية العظم والسكر. وانتخ طون بالطبيعة راني حالة الفرن متاعي يخدم على 180 درجة، النار الفوقانية واللوطانية. المرحلة دي راهو تشد لكم شوية وقت، تقعدوا حتى درج وانتم دخلتوا في الفرينة معناها مع العظم، باش من بعد تعطيكم ريزولتا ياسر باهي. وتوا لي بريباراسيون نتاعي حضرت، ما بقالي كان باش نحطها في المول. والمول هذيا لي ديمونسيون نتاعها 18 على 18 سنتي، على خاطرها مربعة، سينون نتوما كان باش تستعملوا المول مدور. المكونات هذوما يكفيوا لكم المول اللي يبدا القطر نتاعها 18 سنتي. توا الجنواز نتاعي قعدت نطيب فيها على فور مسخن من قبل على 180 درجه، خليتها بالضبط ساعه، على خاطر الفور اللي عندي معناها فيه هكا شويه بروبليم، معناها تاخذ ساعه بالضبط، سينو نتوما تنجم تاخذ لكم اقل وقت، وكل واحد والفور نتاعو. الجنواز نتاعي سي خليتها هكا دوما بردت شويه، باش نقسمها على 3 كيما تشوفوا فيها قطنيه اسفنجيه بالحق ياسر خفيفه. تو الجنواز نتاعي باش نقسمها على 3، وباش نتعداو مع بعضنا تحضير بقية الحاجات. على فكرة بالنسبة للكريم نتاعي باش نعملها كريم موسلين، خديت 400 غرام وإلى 400 مليلتر حليب، عليهم واحدة كريم باتيسير جو فاني، وش نحط عليها 4 مغارف كبار سكر. تنجموا زادة تنقصوا في السكر، على خاطر من بعد باش نعمل البخاليني يبدا يكون فيه كمية باهية متاع سكر. بالنسبة ليا نسيت كومبليتمون، اما حتى كيكه جاتني سافا. الكريم نتاعي طابت سايي، وبالطبيعه الكريم باتيسير راني حضرتها قبل بليله. نعرف روحي مثلا باش نعمل جاتو من غدوه، اوكا قبلها بليله نحضر الكريم باتيسير والبراليني باش من غدوه جوست نعمل المونتاج هذا قبل بليله. كما تشوفوا خديت بالنسبه للبراليني نتاع البندق نفس كميه البندق هي بيدها كميه السكر. باش نعملوا 100 غرام بندق عليها 100 غرام سكر، والسكر هذاك باش نقعد نذوب فيه بالباهي. il suffit ذاب وقتها باش نزيد عليه كميه البندق. والبندق راني انتر بارونتيز حمرته هكا دوب شويه في الاير فراير على نار ضعيفه على الاخر، حطيته على 120 درجه وخليته 10 دقائق باش البندق نتاعي يكون سخون هكا دوب ما يتحمر شويه، ما حاجناش بيه باش هكا معناه يحمر على الاخر. الحليب نتاعي حاضر سايي، تو بقالي كان باش نحط نرحيه. بالنسبه لي عندي المسيو كويزين ترحي لي في ساعه الحاجه. وعلى فكره ديما كميه الفاكهه قدها كميه السكر. وبالنسبه لي 100 غرام بندق عليها 100 غرام سكر، طيح لي 170 غرام براليني. ديما نوزن بالعاني لي كونتيتي باش تعرفوا قداش يطيح لكم. باش نحضروا مع بعضنا الكريم. الزبده خرجت، على فكره بالنسبه للجاتو دي حبيت نعملها بالعاني بالمارغرين مش بالزبده. خديت 200 غرام مارغرين وقعدت نزيد فيها هكا على مراحل، وبالطبيعه من الاول قعدت نركز في الكريم باتيسير حتى لين ولات لنا تقوش علينا دوب ما طيبناها، معناها ما تبداش هكا يابسه على الاخر. باش توصل لكم المرحله دي يلزم الكريم باتيسير تركضوها بالباهي على الاخر، معناها على قد ما تركضوا شويه باش ترجع لكم للايتا انيسيال. تو بعد ما تاكدت الكريم باتيسير تركضت على الاخر ولات معناها كي البوماد ولا كي الكريم العاديه، وقتها باش نزيد الزبده بشويه بشويه ولا المارغرين بلوتو. ومن بعد باش نزيد كميه البراليني وقت اللي نتحصلوا على كريم موسلين معناها عاديه، وقتها نزيدوا الكول اللي نحبوا عليه.
الكريم موسلين نتاعي حضرت، تو بقالي كان باش نزيد لها البراليني نتاع البندق. وبالنسبة للجاتو هاذيا كان عملتوها ببندق وحدو راهي باش تعطيكم حاجة، وكي تعملوها براليني نتاع بندق باش تعطيكم جو آخر كومبليتمون. أما أنا بالنسبة ليا كي عملت البراليني نتاع البندق من الأول وذقته هكا حسيت المذعب نتاعو معناه بيزار، من بعد كي خلطته مع الكريم وكل راني الكريم ناكل فيها ونتبنن كسوا هكا ذقتها وحدها ياسر بنة بالحق. من أبن الكريم اللي جربتهم في حياتي، وحتى الجاتو زاد جاي بنة مش نورمال بالحق ياسر بنين. حتى كانكم حتى مرة ما جربتوا الجاتو هذيا وإلا الإيدي هذه متاع البندق باش انكم تعملوه بخليناه في الجاتو، بالحق ننصحكم باش تجربوه. صحيح هكا غالي شوية، أما راهو تنجموا حتى 50 جرام بندق تعملوها في الجاتو متاعكم تجيكم ياسر بنة. واحد مش باش يجي يعملها معناه كل يوم الجاتو هذيا، وكمرة في الفيل ولا مرة في العام. وبالحق منعاود نقول لكم كان تفهموني على البنة اللي نحكي عليها. وتاوش نتعداو مع بعضنا المونتاج نتاع الجاتو. حسيلو قعدت نحكي تلمو ياسر بنينة كلي ما فقتش بالفيديو هو يمشي. بالنسبة للجاتو كما تشوفوا عملت الطبقة الأولى نتاع جينواز، سقيتها بقهوة. القهوة ما حطيت لها حتى نكتة سكر على خاطر الجينواز حلوة، الكريمة حلوة، حبيتش نحط سكر معناه في القهوة. وباش نعمل انسي دو سويت، مرة نحط جينواز بعدها نسقيها بالقهوة من بعد كريم. وين نكمل 3 طبقات متاعي. تو الطبقة الأخرى بالطبيعة باش نسمحها بالباي هكا من الأول سمحتها بالمغرفة، من بعد نسمحها بالسباتول نعمل الجنابات زادا كيف كيف. وعلى فكرة كيما قلت لكم معناها تنجموا حتى 50 جرام بندق تعملوا بها. نتصور طيح لكم في الزون متاع 100 جرام براليني. بالطبيعة كان باش تعملوا براليني متاع بندق 50 جرام بندق و50 جرام سكر، معناه 100 جرام في الحاصل. توا الجاتو متاعي سمحت لها هكا جنابات مش هكلي بالباي على الاخر، على خاطر عارفه باش نحط لوز إفيلي من على الجنابات. وبالنسبه للزينه بالطبيعه تنجموا نتوما تعملوا وتزينوا كيف ما تحبوا، جوست نعطيكم هكا افكار وانتم تعملوا الحاجه اللي تحبوا عليها. وباش نكمل نزين الجاتو متاعي، الكريم اللي فضلت لي حطيتها في البوش، ذوبت لها شويه شوكولاته هكا باش نكسر لي كولور، ما تبداش معناها الجاتو بكلها بنفس الكولور. هكا حطيت الكريم هذيك على الداير نتاع الجاتو الكل، حطيت كعبات فيريرو روشيه وشويه اموند إفيلي. وهذه زينه نتاع الجاتو نتاعنا بالحق قد ما نقول لكم بنه وشويه. ولازم باش نوريكم الديكوب لما حاله بالنسبه لي على خاطرني مزروبه بالتصوير قسيتها معناها دوب ما عملتها هذاك علاش معناها الطبقات ماهمش باش يكونوا كلي مستويين على الاخر. ماذا بيكم ديما كي تعملوا جاتو خليوها ترتاح مينيموم 4 سوايع في الفريجيدير، وتنجموا تخليوها ليلة كاملة. بالطبيعة قد ما ترتاح قد ما تكون خير، والطبقات يكونوا ياسر واضحين. هكا نكون وصلنا مع بعضنا نهاية الفيديو متاعنا بالنسبة لليوم. وكعطيتكم ايدي هكا الجاتو تنجموا تحضروها راس العام العيد ميلاد ولا حاجة. بالحق حاجة وفكرة ياسر مزيانة. وتم قالي باش نقولكم بالسلامة في امان الله، وان شاء الله ملتقانا في وصفات اخرين، وان شاء الله يا ربي عامكم مبروك.